توغاي، أيت نوري، بن ناصر، عوار، زرقي وبكرار. بيتكوفيتش يعلن بشكل رسمي عن عودة هذه الأسماء لقائمة المنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر نوفمبر. أما الجديد فبيتكوفيتش بصراحة شفناه استدعاء لأول مرة مدافع بروسيا دورتموند الشاب إلياس بن قارة اللي ديجا تكلمنا عليه، وصراحة أنا ما توقعتش يكون حاضر، ولكن في الأخير راهو عيط له. نجول وسط الميدان اللي فيه وعليه، ولكن الحاجة الشابة فيها بالبزاف هو تواجد ياسين تطراوي بطل كأس العرب 2023 مع الفريق المحلي ولاعب الحالي لنادي رويال شارلو. بصراحة تطراوي يستاهل بالبزاف يكون حاضر، لاعب مجتهد ومميز ويعجبني صراحة تطراوي. بروفايل تاعو قريب بالبزاف لبن ناصر. نتمنى فقط أن يحصل على فرصة في التربص. نتمنى برك بيتكوفيتش يعطيه لا شونس وما يحقراش، ما يخليهش في المدرجات يتفرج على الجمهور. بيتكوفيتش خلال التربص شفنا أيضا استغناء على بعض اللاعبين مقارنة بالقائمة الماضية نتاع تربص شهر أكتوبر. بيتكوفيتش قلع بن زيا، بن طالب، بوعناني، امين شيخه، وشفنا عوضهم بلاعبين واحد اخرين. الشيء الملاحظ في القائمه نتاع بيتكوفيتش انه براه باغي يثبت نفس المجموعه ونفس الاسماء اللي كانت معاه في التربصات السابقه، ولو انه بعض المرات نشوفوه مثلا يقلع اسمه في التربص الجاي يعيط له. ثم نتوقع اي شيء في التربصات الجايه، ممكن حتى التربص الجاي نشوفوا بن رحمه عادي. ولكن من الاشياء السلبيه جدا في القائمه نتاع بيتكوفيتش هو تواجد لاعب كيما توغا اللي عنده 0 دقيقه مع الترجي التونسي واللي كان اصلا مصاب والرسم تاعو راه طايح. كيفاش تعيط له لهذا التربص؟ وبالمقابل مخلي لاعب كيما احمد توبا اللي راهو متالق ويدير في مباريات محترمه في الدوري الاوروبي. صراحه ما فهمتش هذا الاستدعاء هذا، اللوجيك هذا ما فهمتهاش. بليش اللوجيك تاع بيتكوفيتش لحد الان غير مفهوم، تعتبر من النقاط السلبيه جدا. اما بخصوص رامي الزرقي فبالتاكيد راح يكون حاضر. اللاعب اللي دار 3 باس دي اكيد راح يشوفه بيتكوفيتش ويعيط له، راح يعاود يلعبه ويعطيه لاش. ما صراحه كنت متوقعه ومنتظره جدا رامي الزرقي يكون حاضر. منصف بكرار ايضا من اللاعبين اللي يستاهلوا يكونوا في هذه القائمه. لاعب راهو متالق كما قلنا مع دينامو زغرب وراهو يسجل، ولاعب هداف حاسم. بروفايل تسحقه في منصب راس الحربه لخلافه قويري. فنظن انه بكرار صراحه من الاسماء ايضا المستحقه انها تكون في هذه القائمه. قائمه بيتكوفيتش راهو تم الاعلان عنها، ولكن نتمنى فقط انه في تربص يعطي لا شونس للشبان، يخليهم يلعبوا، خلينا نشوفوهم تاني. ما يديرش الغلطه نتاع ماتش نتاع رواندا والسويد، ما شفنا حتى جوال وشفنا يلعب بنفس الاسماء في هذه المباريات اللي المفروض انه يجرب فيهم يعطي لا شونس للشبان.